السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طمنوني عليكم، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب. لي كم يوم تخيلوا يا بنات إني بحاول أنزل في فيديو وماني قادرة من كثر ما الذاكرة مليانة قسما بالله. ما في حاجة ما مسحتها، الواتساب وكل حاجة، ماني عارفة إيش أسوي وماني قادرة أنزل لكم فيديو. تخيلوا أرجع أحذف الفيديوهات من غير قصد. اليوم الخميس طلعت ورايحة على بيت خالتي الله يرحمها، عند بنات خالتي، أروح أشوفهم وأجلس معاهم وكذا، وبعدين في الليل احتمال أروح البيت، واحتمال بنت خالتي لو رايحة مكة اليوم أو بكرة هنام معاهم وحجلس معاهم وحروح معاهم مكة، لأن هي كان قالت يوم الخميس نروح مع بعض بإذن الله إذا ربي أراد وكتب لنا عمره وأعطانا طولة العمر. رح نروح إن شاء الله بإذن الله اليوم أو بكرة وبس. وإذا ما هي رايحة غيرت رأيها رح أرجع البيت، هروح الخمرة أو إنه أروح بيت خالي. لحد الآن صراحة مني عارفة إيش اللي يصير، لكن ربي يكتب اللي فيه الخير، وربي إن شاء الله يسهل جميع أمورنا يا رب. أصلا احتمال كبير اليوم كلهم رح يجوا هنا بيت خالتي، بنات خالتي وخالاتي، خالتي وأمي يمكن ما حتيجي، لكن أغلبية إن شاء الله من خالي ومن خالتي كلهم راح يجوا اليوم هنا بإذن الله، راح نكون مجتمعين وإن شاء الله آخر الأحزان يا رب العالمين. الأجواء جدا جميلة، تقريبا ما في شمس أصلا لأنه أصلا المغرب قرب. مرة الجو جميل، في هوا مرة حلو صراحة. يعني أحس إنه لو رحنا كان مكة في ذا الوقت، يعني على العصرية والظهر، هيكون مرة حلو. نفسي أروح المدينة والله، مرة لي فترة عنها، يمكن 2 أو 3 سنين أنا ما رحت المدينة. شوفوا تخيلوا اليوم يعني يوم الاثنين، أنا من يوم الخميس بحذف الحاجات وأقعد أحذف الصور والفيديوهات وأحذف حاجة من الحاجات اللي عايزة منتجها وأرجع أسجل من أول جديد. قسما بالله جاني نفسية، يعني ماني عارفة إيش أسوي يا بنات. حذفت كل حاجة في الجوال، الله المستعان. والمشكلة إنه من فترة رحت اشتريت ذاكرة 35 جيجا، بس شكله برضو ما في فايدة. والله تعبت نفسيا. يلا الله يعين يا رب. اليوم حاولت اني حذفت كل حاجة، تخيلوا حذفت الفيسبوك، حذفت الماسنجر، يعني حذفت حاجات مرة كثيرة. حتى صوري أكثرهم حذفتهم عشان أستغني من المساحة، وبرضو الذاكرة مليانة يا جماعة. احترت أنا شو أسوي، الله المستعان. بس حبايبي زي ما انتم شايفين جهزت فطوري، حمرت بطاطس وكليت همبرجر وفطرت وعلي بالعافية، وبعد كده حجهز الغداء معاكم. اليوم طبعا يا بنات وصفتنا عندي صدور دجاج، حابة ان اسويها على الصاج تمام بطريقة صحية من غير كثرة دهون ومن غير قلي وكذا، طريقة جميلة ولذيذة. انا كنت حابة اسوي بانيه، قلت خليني اغير المرة هذه لانه المرة اللي فاتت سويت بانيه، فحبيت اسوي لكم طريقة ثانية جديدة. طبعا دخلتها الميكروويف وشوية من الاطراف استوت معايا، كنت مدخلها الميكروويف عشان تسيح معايا، لكن اخذت شوية سوا. معايا صدور دجاج راح اقطعها من النص يا بنات. تمام، بالطريقة هذه. تمام، هنا طبق حضيف شوية من الثوم
راح أضيف شوية من الملح. هنا بهارات مشكلة. أضيف زيت زيتون يا بنات. تمام. وحضيف شوية من الحليب، وحضيف ملعقة من معجون الطماطم. كده خلطتنا جاهزة. راح نقلبهم مع بعض، وراح نضيف صدور الدجاج فوقها، ونتركها أقل حاجة ربع ساعة أو نص ساعة تاخد في التتبيلة. ننزل بصدور الدجاج ونترك الدجاج في التتبيلة لمدة ربع ساعة و20 دقيقة. تمام. وحطيت الرز راح أحط الرز في النار ونخليها تستوي على بال ما تاخد الدجاج وقت. طبعا لما نحطها في النار مرة ما تاخد وقت صدور الدجاج، يعني ربع ساعة بالكثير استوى معنا، أو 10 دقايق كمان. ممكن كل جهة تاخد 5 دقايق. وبس حبايبي، راح نضيف شوية من الزيت والملح، وراح نترك الرز في النار ونرجع للدجاج، وراح نكمل طريقتنا لليوم. وجربوها بألف هنا وعافية علينا وعليكم حبايبي. طبعا يا بنات أنا مبسوطة إن شاء الله بإذن الله. عما قريب راح أحقق آخر خطوة لي إن أدخل بطاقة الصرافة. تعرفوا فين المشكلة؟ المشكلة إنه أنا زائرة. لما أكون أنا زائرة ما أقدر أطلع بطاقة صرافة، ولازم اليوتيوب إنك تدخلي بطاقة صرافة عشان تنزلك الأرباح فيها. طبعا أنا جدا مبسوطة إني راح أخذ أول قبض ليا، لكن بإذن الله راح أستفيد منها بحاجة أستفيد منها في القناة، أو إنه أخذ مستلزمات التصوير اللي هو استان تمام وإضاءة وكده، أو إنه راح أخذ جوال صراحة. صح إنه هو أصلا مبلغ ما تكفي ومبلغ ما يستاهل، ما هي كبيرة، لكن إن شاء الله أحاول إني أزود فوقها وأخذ مستلزماتي. لكن حتى الريال أنا جدا مبسوطة إنه أول يعني مجهود لي، مع إنه صح إن المبلغ هذا جمعته لمدة كم شهر، بس صراحة مرة مبسوطة الحمد لله. على كل حال الله يسهل أمري ويرزقني من حيث لا أحتسب، ويبارك لي في رزقي، ويرزقكم ويرزقني أضعاف ما تتمنوا يا رب العالمين. لمن زي ما انتم شفتوا ضفت صدور الدجاج على الصاج من غير أي زيت ولا حاجة. نفس التتبيلة راح تطلع الزيت اللي أصلا نحن ضفناها أول مع التتبيلة. تمام. وهنا راح أقطع السلطة، واحاول انه اقصر من مدة الفيديو عشان اقدر انزل لكم اليوم. صراحة المفروض اني انا انزل كل يوم فيديو، بس ماني قادرة والله العظيم. ربي يسهل يا رب. أتمنى حبيباتي اللي ما اشترك في القناة يشترك في قناتي وينور قناتي باشتراكاتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة. طبعا هنا يا بنات جهزت السلطة وحطيتها في الثلاجة، وهنا كنت مغطيت عشان تستوي مع البخار أكثر. وبعد كده قلبتها للناحية التانية. تمام. وبصراحة طلعت صوص لذيذ، بس زادت شوية من الملح صراحة. بس انتوا حاولوا تخففوا الملح، لانه هي الصوص اصلا هتكون مسبكة على بعضها، فانتبهوا من الملح. وبس حبايبي، وشكرا لكل مشترك جديد في قناتي، وشكرا لكل مشترك قديم في قناتي. لازم في كل فيديو أشكركم وأرحب فيكم، لأنه بفضل الله ثم بفضلكم أنتوا أنا وصلت للمرحلة هذه وللمستوى هذه بتشجيعكم لي، وبدعمكم ومشاهداتكم لفيديوهاتي وتعليقاتكم اللي ترد الروح. الله يسعدكم يا رب العالمين. وهنا يا بنات أنا راح أبخر البيت طبعا بعد ما انتهيت من الطبخ وطفيت النار عليها. تمام. والرز استوى تقريبا، وراح أبخر البيت. طبعا أنا ما حقدر أبخر البيت وأوريكم، لأنه صراحة ما سمحوا لي إني أصور داخل المنزل، بس سمحوا لي إنه أصور المطبخ، لأنه أنا استأذنت منهم وطلبت منهم، قلت لهم إن أنا عندي قناة، فطالما إني جالسة أطبخ وحابة إنه أنزل روتين الطبخ ويوميات الطبخ. وبس حبايبي، طبعا إن شاء الله بإذن الله كل
أسبوع يوم الخميس لما أنا أروح البيت أحاول إنه أسوي لكم هناك في البيت روتينات، وهنا وقت لنفسي ووقت للقهوة. العصرية طبعا لازم، من القهوة العربية تعودنا عليها. المملكة أصلا صارت جزء مننا وجزء من حياتنا، وكل حاجة فيها تعودنا عليها، تعودنا على عيشتها، تعودنا على التزاماتها وتفاصيلها وشروطها وكل حاجة فيها. هاخد واحد شطة سمترة لي فترة عنها، 3 ريال و45 هللة، والكبير ب7 ريال و47 هللة. وأبغى مربى، أنواع كثيرة طبعا من المربى. هنا حلواني عليه عرض 10 ريال و95 هللة، وهنا ب20. أدري إيش نوع المربى هذا. وهنا 13 والكبير ب23. كنت أبغى نوع صراحة أرخص من كذا، بس ماني شايفة غير حلواني ولا علالي. هنا جلوريا 5 ريال، ممكن ناخد جلوريا، مربى جلوريا بالفراولة. هاخد كيس خبز، حاجة أساسية طبعا. الواحد لما يجوع يعمل له سندويتش وكذا. أصلا ما أبغى حاجات كثيرة صراحة، بس قلت أجي أخذ لي لفة كذا في السوبر ماركت وأسوي لكم فلوق من شوية مشتريات بسيطة يعني. على زيت الدلال ب10 ريال، وزيت العربي 13 ريال، وزيت زهرتي ب14 ريال. وهنا في حلويات أنواع وأشكال للأطفال. في الدور اللي فوق فيها منتجات أدوات منزلية، قبل كده تقريبا صورت لكم. عرض ب9 ريال و95 هللة، عرض جميل صراحة. وهنا الصفار ب4 ريال وب13 ريال، طبعا أسعار مختلفة. هنا قسم المجمدات، خلينا أشوف أسعار الحاجات اللي موجودة. ممكن ناخد حاجة. عجينة رول 24 قطعة ب12 ريال. وهنا فطير مثلث آسيوي زايد 5 ريال 50 هللة، مرة حلو. خلينا أشوف أية اللي قصدهم. هذا مدري والله، بس مو مكتوب إيش الشركة عشان أنا أقدر أعرف. وهنا السنبلة 7 ريال. رقايق سبرينج رول 3 ريال 50 هللة، مرة حلوة هذه الرقايق. بس هذه اللي ما عرفت عرضها. هاخد واحد هذا رقايق السبرينج رول السنبلة 3 ريال و50 هللة، سعرها حلو مرة صراحة. طبعا حاجة أساسية مشروبات غازية، هاخد 6 حبات تقريبا. هاخد كم واحدة اندومي. هذه بالشطة جديدة شكلها حارة، نجربها. واحدة بني، واحدة أبيض، إيش ثاني، واحدة بنكهة الكاري. عجبني. هنا في ركن 37 ريال، وهنا ب37 ريال، واللي تحت هنا ب32 ريال. الجمبري ب38 ريال. ركن جديد سواه أول مرة أشوفها صراحة.
وهنا الغدا جهز، راح أغرف معاكم ونجرب الوصفة اللذيذة هذه مع بعض، وبإذن الله إنه تنال إعجابكم وتنال رضاكم حبايبي. وإذا الفيديو عجبكم ممكن تشيروا الفيديو لأحبابكم ولأصدقائكم ولكل من يعز عليكم حبايبي، وعارفة إنكم ما بتقصروا دايما مشجعيني بكلامكم الجميل وكلامكم المعسول. الله يسعدكم ولا يحرمني من طلتكم ووجودكم معايا في حياتي. الله يسعدكم يا رب. شايفين طراوة الدجاج ولذاذتها وبياضتها من جوا؟ طلعت مرة روعة صراحة، مرة طلعت حلوة. بس هذه هي غدانا اليوم. حابة انه انوع لكم كل مرة بوصفة جديدة على قدر المستطاع وعلى قدر ما اقدر. كم مرة نفسي في الشطة السمطرة جبتها، وبعد ما اتغديت وعلي بالعافية طبعا جاء الليل وحاب مني عارفة ايش اتعشى. خطر في بالي انه اسوي بانكيك وحسوي جنبها كاسة من الحليب وبس، بألف هنا وعافية علي وعليكم حبايبي. زي ما انتم شايفين ضفت اولا حاجة بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة واحدة من الزيت وملعقتين من السكر. ممكن تزودي كمية السكر، ممكن تقللي بعتذر حسب الرغبة وحسب كمية السكر. أنا أحب إني أزود كمية السكر لأن في الأغلب أكلها من غير صوص وكذا، عرفتم. وبس حبايبي، وضفت كاسة من الحليب وحضيف الدقيق تدريجيا. طبعا يا بنات صراحة أنا عندي مشكلة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مرة ما أحب أسوي الحاجات بالمقادير، أحب إني أسويها كده عشوائي من راسي، عشان كذا مرات أنسى إنه أسوي لكم المقادير. وبس حبايبي، الدقيق صراحة نسيت إنه أسويها بالمقدار، لكن انتوا شوفوا كمية العجين تكون سائلة، مو سائلة مرة ولا هي ثقيلة مرة. بس حبايبي جربوها والعافية علينا وعليكم. أنا كنت حابة أحط فيها قرفة ويكون البانكيك بنكهة السينابون، بس للأسف ما لقيته. مرة كنت متحمسة إنه أسوي الوصفة هذه اليوم، لكن للأسف إنه ما لقيت قرفة ناعمة. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله، وبألف هنا وعافية علينا وعليكم. وبس حبايبي، وبكذا نقول فيديو اليوم انتهى، وبإذن الله أشوفكم في فيديوهات قادمة وأجمل وأفضل من الفيديوهات اللي راحت. وبس حبايبي، وبكذا نقول فمان الله، ونشوفكم في فيديو قادم.